ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه اسمي استنى لايك وسبسكرايب. النهارده هنعمل كده جبنه فته بالطماطم بالثوم، حلوه زي ما شايفه كده. تكوني عايزه عشاء سريع تلاقيها في الثلاجه. فطور محتاره برضو، بدل ما يعني ناكل بيض الفطور وكده وفول وفلافل، دي برضو تحطيها كده جنب الفول والفلافل والبيض، تبقى حاجة كده حلوة. ادي كده تعالوا نخش في الوصفة على طول ونشوف الوصفة دي اتعملت ازاي بطريقة حلوة وسهلة. يلا بينا نبدأ الفيديو. معايا كده يا ست الكل، عايزة صينية تدخل الفرن او في الاير فراير على البروجرام الجريل. معايا دي جبنة فتة، يعني دي 250 جرام. احط طماطم، لو عندكم الطماطم الصغيرة اللي هي تشيري توماتو تحطوا برضو 250 جرام. وعايزة راس توم صغيرة، مش يعني كم واحد كده، قطعته بالطريقة دي. هنجيب الفويل نحطها كده. ممكن في الحالة دي تستعملي زيت زيتون، انا هستعمل زيت عادي. نخليها كده نقفلها نحطها جنبها. طيب بعد كده نرش شوية زيت برضو لو تحبي زيت زيتون. احنا هنخلي الطماطم لغاية لما تدوب معانا. والثوم انا هدخلها في الاير فراير على البروجرام بتاع الاير فراير على درجة حرارة 200، وهشوف هتاخد قد كام. وادي كده يا ست الكل بعد ما خلاص عملت معانا، شايفة؟ والثوم هرس معانا كده، نشوف دايب بقى. نجيب هراسة البطاطس او الفول نحرس كله مع بعض. اخدت معاي 19 دقيقة على بعض، كله على بعض. انت اعملي شوية بسيطة يعني كمية، بس انا مش هحرسها كده خالص، عايزاها يكون فيها يعني نعرف ناكلها. ممكن نطلع القشرة بتاعت الطماطم عشان بتاعتي كبيرة، فالوصفة دي عملوها بالشيري توماتو. نحط كده يا ست الفل بس ملعقة صغيرة من معجون الطماطم ونلخبطه. وتجيبي بقى برطمان وتحط الخليط الحلو ده في برطمانة، وعليها من فوق زيت تحطيه. انا ما عملتش كمية كبيرة، بس يعني تنفع للفطور. تجيبي تحمري توست كده تعملي وصفة سريعة وحلوة. من دقتها بصراحة حلوة شديد، او ما توقعتش. انا اصلا بحب اكل الجبنة بالطماطم، اقطع الطماطم عليها يعني واهرس الجبنة.